بتصحى من النوم بتلاقي نفسها في مصحة، والدكتور بيقول لها إن جوزها جابها هنا وهي هتقضي معاهم يومين عشان أعصابها تعبانة. قصة الكتاب بتبتدي بعد سنين من قرار التأمين، لما أبو بطلة الرواية واسمها نعيمة وورث من والده عمارات كتير قوي، منهم عمارة في جاردن سيتي كان جدها بيسميها عمارة الأكابر، ورفض إن هو يعيش فيها لأن هو شاف إن هو مش هيقدر يجاري ولاد الأكابر ولا هيتغير عشانهم، فعشان كده رفض يسكن في العمارة دي. ولكن بعد وفاته ابنه واللي هو كان أبو نعيمة قرر إن هو هينقل في عمارة جاردن سيتي، والصدفة ديت خلته إن هو يقابل أم نعيمة واللي كانت من عيلة غنية جدا، ولكن كانت من أفقر الأغنياء اللي في عيلتها. أم نعيمة بالرغم من إن هي شافت إن في اختلاف بينها وبين أبو نعيمة، قررت إن هي تتجوزه لأنه هيعيشها في مستوى مادي مرتاح، وده المستوى اللي هي نفسها تعيش فيه. صدفة جمعت بين أبو نعيمة وواحد اسمه عصام اللي هو كان قاعد بيدور عليه، لأن هو شاف إنه يقدر يكبر له ثروته ويخليه يستثمر في مشاريع بتاعة العقارات. علشان كده اتعاونوا مع بعض، وبسبب عصام ذكاء وبسبب فلوس أبو نعيمة الثروة دي كبرت جدا، لدرجة إن العيلة دي عملت إمبراطورية كبيرة في التجارة أو حتى في العقارات، وبقت عندها ثروة بالمليارات. وبعد سنين بنكتشف إن نعيمة اتجوزت عصام، وبعد سنين برضو بنلاقي إن أبو نعيمة توفى وورثت هي وأخوها واللي كان اسمه سيد الثروة كلها. وبعدها بنلاقي سيد بينادي على عصام في الشركة بتاعته وبيقوله إن هو هيوديه على المعاش لأن هو مستغني عن خدماته، وإن هو مش عايز أي حد يكون شريك لعيلته أو حتى لعياله في الثروة بتاعته. ساعتها عصام بيتضايق لأن هو السبب في الثروة دي بذكائه وبالصفقات اللي كان بيعملها، وبسببه ما كانوش عمرهم هيبقى معاهم الفلوس دي كلها. ولكن بيقرر إن هو يشوف سيد محتاج إيه ويعمله له في مقابل مادي. وفعلا سيد بيكون محتاج حاجة، سيد بيطلب من عصام إن هو يجيب له أسهم نعيمة كلها من ورثها مقابل مادي قليل قوي، لأن هو لو عايز يشتريها بسعرها العادي كان زمانه اشتراها، ولكن لا، هو عايزها بسعر رخيص قوي، وفي المقابل ده هيديله 100 مليون مقابل تعبه السنين دي كلها وهو يعيش مرتاح. بعد كده بنروح لنعيمة واللي قررت ان هي اول ما ترجع من الشغل هتروح تصالح عصام لانهم اختلفوا الليلة اللي قبلها. وفعلا لما بتروح وبتحاول تتكلم معاه بتلاقيه بيعاملها عادي جدا وبيعاملها احسن معاملة، ولا كأنهم متخانقين، لا، وكمان راح عمل لها كوباية شاي. واثناء ما نعيمة عمالة تشرب كوباية الشاي دي فجأة ما بتحسش بنفسها وبتقع، وآخر حاجة بتشوفها هو إن عصام وشوية رجالة تانيين بيكتفوها، واللي بتحاول تستنجد بعصام وما بيردش عليها. ونعيمة بتصحى في مصحة وبتلاقي إن مدير المصحة داخل عليها ومعاه الطلبة بتوعه وبيقول لها إن جوزها جابها هنا، إن هو شايف إن هي تعبانة شوية هتقعد يوم أو 2 تريح أعصابها وهتخرج. ولكن بيلف للطلبة اللي معاه وبيشرح لهم حالة نعيمة بالإنجليزية، واللي هو مش عارف إن أكيد نعيمة في المستوى دوت أكيد هي متعلمة الإنجليزية كويس، وبيقول لهم إن هي بيجيلها خيالات وبيتهيأ لها حاجات ما حصلتش وعندها اكتئاب مزمن، وعلشان كده هي هتقعد معهم 2 شهر. ونعيمة بالرغم من إن هي بتفهم الإنجليزية كويس بترفض إن هي تعلق على الموضوع، وبتشوف إن هي لو سيرتهم في اللي هما بيقولوه دوت هيزهقوا منها وهيكتشفوا إن هي عادية وهيخرجوها عشان ترجع لجوزها اللي بتحبه واللي أكيد مستنيها وندمان على اللي هو عمله. وطبعا كل ده هتلاقوه في كتاب نعومي وإخواتها للكاتب هشام الخشن، ومش هتندم أبدا إن انت قريت الرواية دي.